عندما تذهب لمقابلة طبيب ويطلب منك إجراء فحص أعداد الدم الكامل، تحصل على تقرير ترى فيه شيئا يسمى WBC. WBC هو اختصار لتعداد خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء هي أنظمة الدفاع في جسمك. عندما تصاب بعدوى، تذهب خلايا الدم البيضاء بأنواعها المختلفة لمحاربة تلك العدوى. إذا تعرضت لإصابة، فإن خلايا الدم البيضاء أو WBC تحارب تلك الإصابة. لذلك خلايا الدم البيضاء تعتبر مؤشرا على الالتهاب، والذي قد يكون بسبب عدوى أو بسبب إصابة. إذا وجد أن تعداد خلايا الدم البيضاء لديك مرتفع ولديك حمى، فقد يعني ذلك مباشرة أنك تحمل عدوى. على سبيل المثال، إذا كان لديك عدوى فيروسية خفيفة، قد يرتفع أو لا يرتفع تعداد خلايا الدم البيضاء. ولكن إذا كان لديك عدوى بكتيرية سيئة مثل عدوى الزائدة الدودية السيئة جدا، فإن تعداد خلايا الدم البيضاء لديك سيكون عادة في الجانب الأعلى. لذلك تعداد خلايا الدم البيضاء يعني بشكل أساسي أن لديك بعض العدوى في جسمك. لا يحدد نوع العدوى، ولكن يمكننا التخمين بناء على المستوى الذي نراه. المستوى الأعلى يشير إلى عدوى بكتيرية، والمستوى الأدنى يشير إلى عدوى فيروسية محتملة. أحيانا التعداد المرتفع جدا لخلايا الدم البيضاء يشير إلى احتمال وجود سرطانات الدم. التعداد غير المبرر لخلايا الدم البيضاء الذي يصل إلى 20,000 30,000 40,000 قد يشير إلى احتمال وجود سرطان الدم. تعداد خلايا الدم البيضاء الطبيعي الذي يتراوح فعليا بين 4,000 إلى 10,000 يكون متغيرا إلى حد كبير. وإذا قمت بإجراء اختبار دم لتعداد خلايا الدم البيضاء في يومين متتاليين أو 3 أيام متتالية، قد تلاحظ فرقا يصل إلى 1000 إلى 1500 في يومين. إذا ركضت بسرعة وأجريت تعداد خلايا الدم البيضاء، تلاحظ ارتفاعا في التعداد. لذا لا تشعر بالذعر إذا أظهرت نتائج تعداد الدم أو تعداد خلايا الدم البيضاء في يومين متتاليين نتائج مختلفة طالما أنها ضمن النطاق الطبيعي.